ايه يا زغلول يا ابني؟ مش هتيجي تنزل معايا الوكاله عشان تمسكها من بعدي؟ بلح. بلح؟ يعني انا بقول اي كلام؟ قصدي ان انا عايز اشتغل في وكاله البلح. زغلول، بابي عنده اكبر وكاله اعلانات في البلد كلها، وانت عايز تروح تشتغل في وكاله البلح؟ اسف يابا. بابي بيتقال له يابا، انا علمتك على كده. سوري سوري يابا. كده يبقى مفيش بلح. لا، بلح بلح بلح. كات. حلو جدا، بس معلش يا اساتذه هنعيد تاني عشان عندنا مشكله في البلح في الصوت. هنعيد البلح كله تاني حضرتك؟ 5 دقايق بس هنظبط حاجه ونعيد تاني. استريحوا مكانكم، اشربوا حاجه. بوفيه. معلش انا كنت عايز اسال بس، يعني هو ليه في وكاله البلح وفي البلح كفاكهه وانا زغلول، وبعدين هو لابس كده وكاله اعلانيه وليه الراجل ده لابس زي الاستاذ سعيد؟ يعني ليه في بلح؟ ايوه صحيح فكرتني. اشربوا حاجه بس بليز ما تاكلوش البلح ده راكور. دور غريب جدا. الدور ده ماشي اليومين دول على فكره. لا انا بتكلم على الدور اللي بمثله مش دور البرد. انا كمان بتكلم على الدور اللي انت بتمثله. الدور اللي انا بمثله منتشر اليومين دول. هو في لخبطه ولا انا غبي النهارده؟ انا مش عارف في ايه. مش فاهم. صحيح يا احمد، الدور ده انت خدته من المنتج ولا من المخرج؟ لا، من المخرج. طب ودور البرد ماله؟ خدته من مين؟ من المخرج، انا حبيبي اصله. طب وخدت له ايه؟ انا خدت له شويه برتقان ورحت بقول لك حبيبي يعني. يا احمد ما بكلمكش على المخرج، بقول لك البرد خدت له ايه؟ المنتج الله يكرمه كان معاه كيتوفان. ايه ده، هو منتج ادالك كام؟ ادالي 500. تيتوفان 500؟ انا الدور ده ما اخدش فيه اقل من 1000. يعني انا اتضحك عليا في الفلوس ولا انت قصدك كيتوفان 1000 ولا هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم سعيد؟ والله العظيم انا ما فاهم اي حاجه، لان البلح اللي عاملين يقولوا من الصبح. ايوه استنى، بمناسبه البلح المشهد ده انت عندك استعداد تقول الكلام ده بتاع البلح ده؟ طبعا. مش انت لسه قايل انه بلح؟ حافظ على اكل عيشك يا احمد، اكل عيشك تحافظ عليه حتى لو كان بلح. حاضر. لان انت نواه لفنان كويس. عم سعيد، انت عارف اصلا المسلسل اللي احنا شغالين فيه ده كله اسمه ايه؟ طبعا عارف. اسمه ايه؟ عرق البلح. يا سلام. ايه السطحيه؟ عشان في بلح يبقى عرق؟ لا، اسمه عشق البلح. ايه القرف ده؟ يعني عرق البلح اللي نضيف، ما عشق البلح وحش برضه، اسمه وحش. بص اقول لك على حاجه، احنا نظبط الكلام. نظبطه ازاي؟ اسمع بس، احنا هنشيل كل اللبس اللي في المشهد. لا استنى بقى، هو ينفع؟ ينفع يا ريس، ادائك هو السر. كلام وحش يعني ينفع؟ هنشيل البلح والكاله والمش عارف ايه. استنى بص، احنا هنشيل شيل يا احمد. هنشيل من هنا. انا هعتبر نفسي في بيت اخويا. يا عم خد راحتك. انا هظبطك يا احمد، مدد راحتك وشيل في الورق كله زي ما انت عايز، السكريبت كله بتاعك. احنا هنحط بقى المشهد ده في منطقه تانية خالص. مسلسل عشق البلح 3 تالت مرة. 3 2 1 اكشن. يا ابني ما يعني ابا انا كده. طيب ما كده يبقى على طول يا ابني. انا اسف، انا وخلاص. كات كات كات. ايه رايك يا استاذ؟ ده اشيك. انا اظن واضحه ومنوره ويعني ملمعه. لا انا شايفه امريكاني سيت كوم كده في ملمعة الخفيف. اداء بقى وجاي من تحت. حلو قوي يعني الاداء جاي من تسلم ايدك يا استاذ، والله تسلم ايدك. اداء. انا حاسس ان انتاج. انا مش مشكلتي اللي انا اتطردت من بلاتو وانا في السن ده، ما انا ياما اتطردت من بلاتوهات كتير. انا مشكلتي الرئيسيه ان السبب في ده حد تافه زيك. الله يكرمك يا عم سعيد، انت راجل مؤمن بقى وعارف ان دي ارزاق. انا شخصيا ما صدقت خلصت من الدور. ايه ده؟ فجاه كده دور البرد راح منك؟ لا بقول لك احنا نرجع تاني نقول دور ومش دور. مفيش دور بقى، ما نقولش دور تاني. لا دور. لا سعيد ابوس ايدك. دور. سعيد ابوس كيسك. دور. غير الموضوع. خلاص على رايك. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفت ان الوالد طالع هيروح يعمل حج السنه قدم في القرعه وجه عليه الدور. طب الحمد لله. انت بيتك اخباره ايه اللي بتبني والله بنيته قاعد اهو في اول دور، بس ده عشان اول دور بيخش عليك الوغش كله. يا عم انت هتعيش في الدور، انت لسه مطرود من دور يا قدام عم دلوقتي. ايوه يا نادي.
ناديه. انت فين؟ انا في الشغل يا ناديه. راجع امتى؟ ليه يا ماما؟ خير خير، انت عارفه السؤال ده بيعصبني. يلا نتعصب. طب حاول ترجع بدري النهارده. اشمعنى النهارده حبيبتي؟ اصل خلصت الغدا النهارده بدري والمسقعه هتسقع. ناديه انا لسه واصل عطارد، قدامي سنه ونص على الاقل لو الطريق ماشي كويس، وقلت لك 100 مره ما تتصليش بيا في الشغل الا لو في حاجه ضروريه. في حاجه ضروريه؟ هو انتوا بتشتغلوا اصلا؟ ده انتوا قاعدين في فضا مفيش بعد كده. ناديه لو سمحت احترمي شغلي، انا رائد فضاء. يعني رائد في الداخليه يا حسره؟ ده انت لو في الداخليه كان زمانك دلوقتي بقيت عقيد زي هشام ابن خالتي، ما هو من دورك. طيب يا ناديه، هشام ابن خالتك ده اعظم حاجه في الدنيا. ممكن تسيبيني للشغل السخيف بتاعي بقى؟ يلا يلا باي باي. ايه مالك بس؟ مفيش. لا يعني انت كده طبيعيه؟ معرفش. ما عملتش حاجه كان المفروض اعملها؟ طب عملت حاجه ما كانش المفروض اعملها؟ لان انت بتحسي احيانا ان لما في حته انا كنت عملتها قبل كده وانت قلتي لي عليها وانا ما عرفتش مثلا. يمكن. ناديه في ايه يا حبيبتي؟ سلامتك. اسماعيل انا زهقت وتعبت. من ايه بس؟ انا ما بقتش قادره استحمل. سلامتك خير يعني. طب انا اعمل ايه؟ اتفضلي مالك؟ انا تعبت بجد من المذاكره للعيال. نعم. بنتك بقالي 3 ساعات بشرح لها في موقع مصر الجغرافي، مش عايزه تفهمه. خدته النهارده في المدرسه برضه مفيش فايده. انت متصله بيا في الشغل علشان خاطر مذاكره العيال. ناديه ناديه ممكن استاذنك ناجل النكد للميعاد بتاعنا اللي هو المعروف؟ اوكي. ايه رايك؟ لو هنأجل ده مفيش مشكله. اوعدك وهيبقى اشيك كتير من دلوقتي في شويه لخبطه كده، بعدين يبقى منظم والنكد يعني هيعجبك. اوكي يلا باي باي. بقول لك ايه، اجيبها لك تكلمها شويه عن موقع مصر الجغرافي اللي انت شايفه من عندك. مش وقته يا ماما. يا اسماعيل انت هتبص بصه واحده، انت مش عايز تتعب ابدا. يعني يا رب انا سبت الكوكب وطلعت لغايه هنا عشان ابص على الكواكب ولا النجوم ولا القمر؟ ابص على موقع مصر الجغرافي؟ مين القمر اللي بتبص عليها دي يا استاذ؟ لا ناديه لا القمر ده اللي هو الجسم المعتم ده. وكمان جسمها معتم؟ لا ناديه انت مش عارفه معتم يعني مظلم يا ماما. ولما هي مظلمه اصلا بتبص عليها ليه؟ هي مين دي؟ القمر اللي عندك. ناديه ارحميني بقى لو سمحتي. طب انت كده معطلاني. طب هي احلى ولا رحاب بنت خالتك؟ مش امك كانت بتقول على رحاب بنت خالتك ان هي قمر برضه؟ لا اله الا الله، بحق ده الاذان يا رب، بحق ده الاذان. انا فوضت امري ليك. فوضت امري ليك. طيب انا كنت عارفه. طيب والله كنت عارفه. اقفلي دلوقتي علشان انا ورايا شغل حساس جدا، واخده بالك؟ واوعدك ان شاء الله انا هكلمك بعدين. يلا باي باي. طب خلي بالك من نفسك. طيب يا حبيبي، يا سلام على الرقه. ما تنساش تجيب لنا معاك وانت جاي عيش من فينو. الله على اللمسه. طيب أوكي. اسماعيل ابقى تقل كويس عشان بيقولوا فيها عصابه شمسيه. يا حنيه. لا يا حاضر يا ماما حاضر. يلا اقفلي بقى، عطلتيني. ايوه خلاص لا مؤاخذه يا باشا. يلا تعالى كمان ايوه كمان فسوه. خش عليا خش. بس بقى بطل. سيب لي بقى مفتاح المكوك علشان خاطر اتصرف. لا بقول لك ايه، انا مش هلمع كل مره. ان هي كانت امبارح بهدلتها. ماشي هطوقها لك بالفوطه كده. يلا استفتحنا عسل. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، ان شاء الله النهارده هجيب الشهاده كله عشان خاطر عمر. لا ما تقلقيش. موظف الارشيف وصل يا فندم. بلغي الاتش ار يجيبوه على مكتبي. حاضر يا فندم. ممكن تتفضل معانا بدون شوشره لو سمحت؟ انتوا مين؟ احنا الاتش ار. طيب تسمح لي بس اغير هدومي واجي مع حضرتك؟ اتفضل. اتفضل. ايه ده؟ مين قال لكم تربطوه كده؟ فكوه بسرعه. اخلصوا. اغبياء.
معلش يا عادل، انا نسيتك من الصبح لغايه دلوقتي. كان يوم طويل، اجتماعات وكده. بتوع الاتش ار دول كمان ايدهم تقيله قوي. ما تزعلش. ولا يهمك يا فندم. انت عارف يا عادل، انا بطلب من الموظفين ان هم يقدموا طلبات الاجازه من بدري، مش من قبلها بيوم او يومين، لا، من اول السنه وللسنه كلها. انت عارف ليه؟ ليه؟ لان موتي وسم الموظف اللي اطلبه ما لاقيهوش قدامي. يا حضرتك بس انا كنت مقدم فعلا على الطلب. وصلني. لا انت حبيبي، انا حتى كنت حابب اتناقش معاك فيه شويه، يعني طبعا لو ما كانش عندك اي مانع. تحت امرك. انت كنت طالب اجازه يوم 8 مارس. 8 لذيذ، خلاص انا موافق. اوكي يلا، مفيش اي شوف، لما بتبقى من بدري نتفق مع بعض وكل حاجه بتمشي، مفيش مشكله. استاذنك بس ابص على النتيجه. ده يوم خميس. طيب ايه المشكله؟ يعني هتاخد اجازه خميس وجمعه وسبت؟ طيب يا فندم، هو حضرتك طبيعي ان انا يعني اخد اجازه الخميس، مش هرجع الشغل الجمعه يعني. ابتديت تفكر حلو. انت عارف ممكن ما تجيش الجمعه كله، ممكن تيجي الجمعه نص يوم من بعد الصلاه، نخلص شويه حاجات او لا 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 لا، عارف في فكره تانية حلوه جدا. انت ممكن تاخد الجمعه كله اجازه. ايوه، تقضي اوقات سعيده مع ولادك، يعني يبقى يوم لذيذ كده في البيت. حتى انا اكلمك بالليل يوم الجمعه اطمن عليك، انت حبيبي يا عادل. الله يخليك. بالتالي ممكن تيجي بقى يوم الخميس عادي خالص، مش كده؟ حاضر يا فندم. خلاص، نشوف ايه تاني عندنا. انت طالب اجازه تانية يوم 2 مايو. عايز 2 مايو؟ 2 يا عادل. طيب يا فندم ايه المشكله؟ يعني انا في اليوم ده تقريبا كده داخل اعمل عمليه معينه. ده بريدج يا عادل. ايه؟ بريدج بين اجازتين. انت عايز تنط من 1 مايو عيد العمال ل 3 مايو مولد النبي من غير ما اشوفك؟ يا شقي، والله شايفك وانت بتنط البريدج. كل سنه وحضرتك طيب يعني، بس يعني فندم انا عندي ظرف معين، فانا محتاج ان في اليوم. انت عارف انا ما احبش موضوع الكباري ده خالص. حتى انا لما باجي اسوق ممكن امشي الف مصر كلها، لكن ما اطلعش كوبري. خطر يا عادل، خطر. البريدج خطر يا عادل. خلاص يا فندم، يعني بلاش بريدج، بلاش كباري خالص. اتفقنا؟ حاضر يا فندم. عندنا يوم 5 أغسطس. ايوه. تصدق انا اول مره اخد بالي ان في شهر كده اغسطس. ايوه ده شهر من شهور السنه يا فندم يعني. لا لا لا، استنى اقسمه معايا كده، لما بتقسمه بيبقى غريب قوي. اغسطس. ايوه، خدت بالك ان هو غريب؟ اغسطس يا فندم، يعني غريبه شويه. انت جبت اليوم ده منين؟ يعني انا يعني اليوم ده يوم ممتاز يا عادل، برافو برافو عليك. انا تلميذ حضرتك يا فندم. بس بص، انت دلوقتي كبرت وممكن اتكلم معاك. انت عارف الوضع الاقليمي بقى صعب جدا دلوقتي. اسعار النفط في النازل، وبورصه نيويورك تراجعت 1.6. المؤلم في الموضوع ان الاحتباس الحراري ابتدى ياثر بجد على القطب الجنوبي. البطاريق السنه دي فقست متاخر، والدرافيل يا عادل، انا مش عايز اوجع قلبك، بس الدرافيل جنحت في استراليا. انت مش متابع ولا ايه؟ يا فندم يعني انا عندي تقصير في الثقافه العامه، بس يعني. عادل، يرضيك الدرافيل تجنح في استراليا؟ لا يا فندم سلامتها، بس يعني انا عندي مشاكل تانية. لو سمحت يا عادل، هتيجي على نفسك اليوم ده بس. احنا اتفقنا في اللي قبل كده، اليوم ده بس. انا مش هقول لك عشان خاطر الشغل، عشان خاطر البطاريق. ولا انت عايز البطاريق تزعل يا عادل؟ لا انا تحت امر حضرتك والبطاريق يا فندم. حلو قوي كده، خلصت الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه. ممكن بقى نتكلم دلوقتي في الموضوع اللي انا كنت عايزك فيه، وعشان كده جبتك هنا. تقدر تفهمني ده ايه؟ ايوه يا فندم، ده طلب شهاده خبره. بالبساطه دي؟ يعني يا فندم انا موظف في المكان، يعني اظن من حقي ان انا اطلب شهاده خبره. شوف يا عادل، احنا في شغلانتنا دي اللي بيطلب شهاده خبره بيبقى حاجه من الاثنين. يا اما بيبقى مش واثق من نفسه، فبيبقى محتاج ان احنا نقول له انت خبره. دي حاجه غريبه يعني، حتى انا مش عارف ليه قلتها كانها حاجه من الاثنين يعني. يا اما بيبقى لا سمح الله عاوز شهاده خبره عشان يشتغل في شركه تانية. والله العظيم والله العظيم يا فندم. عادل، انت فاكرنا نايمين على ودانا ولا ايه؟ اقرا الجورنال ده. الشركه الدوليه تطلب موظف ارشيف خبره 5 سنين. والله العظيم والله العظيم ما شفته يا فندم غير دلوقتي. انت مش متخيل الورطه اللي انت فيها. لو سبتك لبتوع الاتش ار هياكلوك.
انا عايز اساعدك. يا فندم ابوس ايدك ساعدني. ايه حكايه شهاده الخبره دي يا عادل؟ طيب يا فندم انا هقول لحضرتك، كل الحكايه ان انا عايز اقدم لعمر ابني في المدرسه. اتفضل. والمدرسه طالبه شهاده خبره. انا حضرتك رحت المدرسه عملت انترفيو، بس المشكله الكبيره ان هم طالبين شهاده تثبت ان انا قادر ادفع فلوس المدرسه واتوبيس المدرسه واليونيفورم بتاع المدرسه والحفلات بتاعه المدرسه والحاجات دي كلها يا فندم محتاجه ضمان. والضمان ده بقى هو شهاده الخبره صح؟ ايوه والله يا فندم. القصه دي لمستني. انا برضو ولادي في مدارس انترناشونال، اكيد انضف من مدارس ولادك، لكن انا حاسس بيك. بس صدقني انا مش هقدر ادي لك شهاده خبره. ايه بس يا فندم؟ عادل، انت متعين عندنا بعقد مؤقت. انك تاخد شهاده خبره ده موضوع مش قانوني خالص، وانا هنا بمثل القانون. ايوه يا فندم بس ده ابسط حقوقي. في عندي اقتراح لطيف جدا ممكن يحل المشكله. لا احنا هنتفرج على حاجه. مالك؟ انك تمضي لي على الورقه دي. يلا يا عادل، يلا حبيبي. ايوه يا فندم بس كده حرام. هو ده اللي عندي. انا مش بعمل كده علشانك، انا بعمل كده عشان عمر ابنك. هو ما وحشكش ولا ايه؟ بصراحه ما وحشنيش يا فندم، انا لسه موصل عادل الصبح يعني. الورقه اللي انت هتمضي عليها دي يا عادل ورقه قانونيه 100%. مفيش خط بيزنس، مفيش لبن في النسكافيه ولا ساده، مالكش غير شاي، وحتى مش من ميه الكولدير. من هنا ورايح مش هتقعد في مكتب لوحدك، هتقعد في مكتب جنب الاستاذ سمير، مش جنب نرمين. فهمني؟ مش جنب نرمين يا عادل. هتمضي على الورقه دي هتاخد شهاده الخبره. مش هتمضي مفيش شهاده يا عادل. الو. ايوه يا حبيبتي. لا اطمني، عمر هيدخل المدرسه. انا جبت الورقه. ايوه عمر لازم يدخل المدرسه. لا مش بعيط، دي دموع الفرح، دموع الانتصار. هيدخل المدرسه، لازم يدخل المدرسه. ايوه هنفتح محل فطاطري وافضل ابرم في الفطيره واشلتتها واحشيها سمنه وسكر، واللي عايز يجوق قابله برضه حسب الطلب يعني. المهم يدخل المدرسه. هو دكتور عطيه اتاخر ليه يا جماعه؟ احنا مكلمينه من 5 ساعات. في ايه يا منى؟ راجل كبير عمره 80 سنه اتاخر شويه، فيها ايه يعني؟ يا بابا الولد تعبان جدا واحنا محتاجين دكتور طبيعي، وبعدين دكتور عطيه ده كبر قوي خلاص، ده موت 5 من العيله لغايه دلوقتي. يعني كفايه يا عم اللي ساب بطنه مفتوحه وخد بعضه ومشي. بينسى، انت نفسك بتنسى. وبعدين ده راجل كبير عمره 80 سنه، مخه ايه دفتر؟ بعدين فيها ايه كده يعني لما ساب بطن عمك مفتوحه؟ ها اقتله؟ لا اقتله؟ لا خالص، نشوف دكتور تاني، ما هو اصله مش فرض علينا يعني. ابدا، دكتور العيله هو دكتور العيله، انا بستأمنه. دكتور العيله مش هغيره ابدا. اهو دكتور عطيه جه. اهلا اهلا يا دكتور، اهلا. ايه ده؟ انا جيت في وقت مش مناسب، اصل شكلكم كده مريحين. لا انا اروح. لا يا دكتور، ما جيتش في وقت مش مناسب ولا حاجه، انت جيت متاخر 5 ساعات بس. ايه؟ ما جيتش في وقت غير مناسب. ها ابننا محمد اللي تعبان قدامك اهو. محمد مين؟ محمد ابن منى بنت احسان الكبيره. مش فاكرها؟ احسان وحشتني، بقالي 20 سنه ما شفتهاش الكلبه. لا انا احسان تعيش انت بقى، ماتت من 20 سنه. الله يكحمها، ما كنتش احبها خالص. يا دكتور ابننا تعبان يا دكتور، تعبان. طب انتوا جايبين انا ليه؟ عشان ارقيه؟ تعال يا حبيبي ارقيك، تعال يا حبيبي. انت بتعمل ايه يا دكتور عطيه؟
يا دكتور عطيه انت سامعني؟ اللي تعبان قدامك اهو مش ده. انت بتزعق لي وبتعلي حسك عليا عشان انا كبرت، يبقى انتوا زهقتوا مني، انا اسيب لكم البيت وامشي. لا 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 لا، مش طالبه دراما خالص. اكشف على الواد ابوس ايدك. وبعدين فين شنطتك؟ اهي. هي دي الشنطه اللي فيها حاجات الكشف بتاعتك؟ لا دي فيها الغيارات بتاعتي، اصل انا بعت البنت اللي بتغسل تجيب لي غيارات من عند عمر افندي. يا منى خدي غيارات الدكتور وديها عند المكواجي، ايه مكواجي العيله. يا عمي قلت لك نشوف دكتور تاني، لازم دكتور العيله. دكتور تاني؟ يبقى يا ريت يفهم في المفاصل لان الروماتيزم مبهدلني قوي. يا دكتور يا دكتور ابوس ايدك اكشف على الولد هيروح مننا. يروح فين دلوقتي؟ الوقت متاخر ومفيش ولا اوتومبيل في الشارع. يبقى نكشف. ما يروحش. لا ما يروحش. تعالى يا حبيبي قول الله، ما انت كويس وزي الفل. ده انا ما اعرفش اقول حلوه زيه كده. قول تاني كده. الله البيجامه دي حلوه قوي. ده اللي تعبان يا دكتور، ده اللي تعبان يا دكتور. لا يبقى روح له بقى. اروح له ثواني، اسيب العشاء هنا. تعالى انا هاجي. لا انا اتكسف. خليها تغطي شعرها، ما اقدرش اكشف. ده مش عارف اذا كان واحد ولا واحده. ولو برضه مننا وعلينا دكتور العيله، محدش هيكشف غير عند دكتور العيله، ولا يتجوز غير عند مأذون العيله، ولا يحلق غير عند حلاق العيله طول ما انا عايش. فاهمين؟ دكتور عطيه يا دكتور عطيه. الله اللون الازرق ده حلو قوي، ذوقكوا جميل. وحياتك يا دكتور اكشف على واد. وانتوا عمركم شفتوا عيال؟ فين عيالنا بتوع زمان؟ كنت تمسك العيل كده لا 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 لا، بلاش جو الصعبانيات والحنين الى الماضي ده. ابوس ايدك اكشف وخلصني. يا تامر خليه يشوف شغله. انا نفسي يشوف شغله، انا كمان نفسي اشوف شغلي، بس انا ما بقتش بشوف خالص. عشان فين النضاره؟ على وشك. النضاره على وشك. وانا كنت غلطت فيك علشان تقول وشك بالاداء ده. يعني النضاره على وشي وانا مش شايف. يبقى احنا وصلنا للزمن الوحش. انا عجزت. لا عجزت يا سعيد. لا محمود الله يرحمك يا محمود. عجزت وما بقتش بشوف والنضاره على وشي. معلش انا هموت واريحكم مني. انا هموت هنا واريح. لا انا هخش الحمام. حمام ايه يا دكتور؟ الحمام خربان بقاله يومين. ليه يا منى؟ ما جبتوش ليه حنفي السباك؟ سباك العيله يشوفه. دكتور العيله على سباك العيله. على فكره بقى سباك العيله ده بقاله يومين بيصلح في الحمام وما عملش حاجه. ده من امبارح مش عارف يطلع من البانيو. اما حنفي في ايه يا حنفي يا سباك؟ انا بليت نفسي. الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم. كان اي هيلب يو؟ يا فندم مفيش مشكله، امورني. تمام. سبايسي ولا حراق؟ ميديوم ولا وسط؟ كان ولا ماشين؟ اوكي. تحب البطاطس عاديه ولا على شكل نجوم مبتسمه؟ طب تحب العيش عادي ولا على هيئه وشوش منفعله؟ طب تحب المشروب عادي ولا في شكل انهار منفجره؟ تحت امرك يا فندم. البطاطس اكسترا تشيز، العيش اكسترا دقيق، الكولا اكسترا غازات. اوكي يا فندم، ميرسي قوي، شكرا لذوق حضرتك. شكرا. لا يا فندم ميرسي، مفيش داعي للشتيمه، ده شغلي. ميرسي جدا يا فندم، مع السلامه. الو يا فندم مساء الخير، معاك حازم. كان اي هيلب يو؟ ايوه يا عين امك، يو ماست هيلب مي. عايزاك تلم مراتك دي شويه، تشكمها، تحجمها، تفهمها ان امك هي الكل في الكل. ماما انت بتتصل بيا على الهوت لاين يا ماما؟ معقوله؟ ماما ده رقم الطلبات، هحولك على رقم الشكاوي. ثانيه واحده. الله، امال يعني اكلمك فين؟ هو انت عمرك بترد على تليفون؟ ماما انا اكل عيش ارد على تليفونات. كلمتك وما ردتش. على نفس الرقم؟ على نفس الرقم يا فندم؟ هو انا حلت غير الرقم ده يا موكوس؟ امور يا فندم. طيب طلب حضرتك ايه بالظبط؟ تديها كلمتين في جنابها،
مراتك البارده دي. بارده حاضر يا ماما حاضر. هي البيتزا هتبقى، لا البيتزا هتبقى سخنه، وان شاء الله يعني بالنسبه لجنابها انا هنديها في جنابها، هنديها في جنابها، هتبقى ستافت كراست، نظبط لها جنابها. حاضر خالص ان شاء الله. طب شكرا يا فندم على اتصالك. يا ميلة بختياني، يا حظك المنيل يا سهير. ما هو انا لو كنت جبت لي حته بنت كان زمانها دلوقتي بقت عكازي، مش الصبيان اللي اول ما يتجوزوا يسيبوا امهم ويروحوا ماشيين. يا ماما ماشيين فين؟ احنا ساكنين في الشقه اللي فوقيكي. ماشيين اوكي يا فندم، ماشيين اوكي، يعني مش كان ما انا لو كان عندي راجل ما كانش بقى ده حالي. أفنيت زهرة شبابي عليكم من ساعة المرحوم ما مات. شوف بقالي قد ايه دلوقتي؟ من 30 ل 40 دقيقة يا فندم، من 30 ل 40 دقيقة، والاوردر يكون عند حضرتك ان شاء الله. هتكلمها؟ حاضر يا فندم. هتشكمها؟ من عناية يا فندم. وما تنساش تحجمها. لا اوكي يا فندم، تحت امر حضرتك. اوكي. لا تمام يا فندم، شكرا ميرسي قوي، شكرا على اتصالك، باي باي. الو مساء الخير يا فندم، معاك حازم، كان اي هيلب يو؟ ايوه يا حازم، هيلب مي لو سمحت، هيلب مي. هبه ايه يا اخوانا في ايه؟ انت بتتصلي بيا برضو على نفس الرقم ده؟ معقوله؟ انا نفس الرقم يا فندم، البيانات متسجله عليه مش كده؟ انا الصوت واضح معايا كده؟ ايه يعني لما اكلمك على رقم الشغل؟ ما كل الستات بتتكلم من جوازها على تليفونات الشغل وعادي. عادي مش سبايسي. اوكي يا فندم، العادي طبعا بيبقى الطف كتير، ذوق حضرتك ممتاز. امك كانت مصممه انها تاكل الولد من الرز اللي هي عاملاه، وانا جيت ادوق الرز لقيته كله بهارات وقرفه. وانت من ايام الخطوبه كنت قايل لي ايه؟ قلت لك لما تلاقي ماما حاطه قرفه على الرز اعرفي انها بتداري على جريمه. وايه كمان؟ وان الرز ده بيبقى معمول من وانا في الاعداديه ومتقيف ومتسخن. ونصحتني بايه؟ انك تقاومي وترفضي باي ثمن وباي شكل انك تاكليه. ليه؟ لان الرز ده من الحفريات، انا عارف. وهو ده اللي انا عملته بالظبط. قلت لها شكرا يا طنط واحنا خلاص متغديين. خطه في منتهى الذكاء. قفشت وطلبت معاها ان هي تشربنا الفراوله اللي في الفريزر. الفراوله انا اوعى عليها في نفس الفريزر، نفس الفراوله من وانا في الاعداديه سنه 82. 82 يا فندم. 82 البطل احمد عبد العزيز. طب تأمري بحاجه تانية؟ شكرا. هي قفشت بقى كده وقالت لي هتشربي الفراوله، يعني هتشربي الفراوله. طب معلش استني، معايا اوردر. ايوه يا فندم، مساء الخير. هتشربي الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا عايزه اعيش واربي عيالي على فكره. قرفانه يا اختي. ده كده مش كول سنتر، ده كده استوديو تحليلي. مالها الفراوله؟ مش هشرب الفراوله، انا بخاف من الفراوله. ماما مش لازم يا ماما، يعني شربيها صلصه يعني اي حاجه تانية. ده انا عصراها بايدي. ما هي المشكله انها بايدك، ده معناه ان انت عصراها من قبل ما يخترعوا الخلاط يا ماما. على فكره بقى يا طنط، البفتيك بتاعك النهارده كان بيشد وكان مقدد. اسم الله عليكي يا قبل نظيره. حش يا اختي، طبيخك اللي زي الفل اللي ما حصلش ده من يوم الواد ما اتجوزك وهو وشه بقى قد اللقمه. ما قدتي الواد يا شيخه، حرام عليك. سامع مامتك يا حازم؟ لم مراتك. بقول لكم ايه، مساء الخير يا فندم، حازم معاكم. يعني انا لازم اهيلب يو. احب حضرتك تسمع على عرض جديد بتاع الشاطر والمشطور. الشاي ده يا فندم عباره عن شاطر ومشطور وبينهم زفت طازج، معاه كميات مهوله من المايونيز الملزق الدسم والخس الدبلان الفريش، ومعاه رز بالقرفه من ايام الاحتلال، وفراوله منتهيه الصلاحيه. راجع مع حضرتك البيانات عشان اجراءات الطلاق، ولا ادلوا الفراوله عليا واولع في نفسي واخلص. شكرا لاتصالكم يا فندم، ونتمنى لكم وجبه سعيده بقى. ما تدوخنيش بقى يا ماما خالتي على راسي من فوق، هبقى ازورها بعدين، لكن عزومات العيد دي بيبقى فيها قرايب درجه 7 وفي ناس انا ما اعرفهمش. اديك قلتها بعضمه لسانك، ما تعرفهمش ليه بقى؟ ما هو انت لازم تعرفهم. طب انا اصلا ايه اللي يخليني اقعد في عزومه فيها ناس ما اعرفهمش؟ بصي انا هسلم من على الباب وهرجع البيت اقضي العيد بطريقتي. انت هتقعد معايا لغايه الاخر يا معتز. انا مش هقعد يا ماما كده. عموما انا شايفه ان انت ولد ذكي، مش هيهون عليك يعني تقضي العيد لوحدك، ما معكش ولا مليم. ويمكن كده الراوتر يتكسر، وجايز والله اعلم الدش يبوظ، ويمكن جايز يعني ان انا اغسل بنطلونك والموبايل بتاعك جواه. خلاص انا هقعد بس هقعد بجسمي بس، لكن قلبي لا.
وجع قلبك. مش هتاكل ولا ايه؟ لا خليني بكرامتي كده. سلم يا ازيك يا ميزو حبيبي؟ ازيك؟ عمو طلعت يا حبيبي. لا مش فاكره. مش فاكر عمو طلعت؟ مش فاكر يا ماما. مش فاكره ازاي يعني؟ إيه اللي مش فاكره ازاي يا ماما؟ مش فاكره كده. مش فاكره يا ماما، مش فاكره بكل الطرق. طب حاول تفتكر. طب حاضر، هخش اعمل شويه تمارين يوجا واشرب كوبايه سبانخ عشان الذاكره وهعصر مخي واجيب عمو طلعت. حاضر. في حد في الدنيا ينسى قرايبه بالشكل ده؟ في كده؟ هو لو مؤثر في حياتي يا ماما كنت افتكرت. اهلا يا حبيبتي، اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله. انت بقى بنت سميره ولا بنت كوثر؟ لا انت مش فاكراها بقى. مش فاكراها ازاي؟ قولي لي بالتفصيل، احكي لي ازاي انت مش فاكراها. لا رايحه فين حضرتك؟ تعالي معلش هنفتكرك انت ومامتك وكوثر قولي لي بقى. استنى بس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي يا ميزو. اهلا. كبرت يا واد. كبرت كده امتى؟ لا هو مفيش ميعاد محدد الحقيقه، هو الموضوع حصل تدريجي كده مع السنين يعني. بسم الله ما شاء الله يا سوسو، كله بابا. ياه لا طب يعني غريبه، ما انا هبقى زي بابا ليه؟ ما ده حيالله بابا. ضب ابوه، والحواجب والعين عين امه. ايه ده؟ انت كبرت اهو، بقالك كرش يا دودو. يا اختي كميله، يا اختي كميله. الله يخليك يا طنطي، وكمان ما شاء الله كبرتي وبقيتي سكر. بقيتي طبعا. عسل خالص وكبرت. جميله جميله قوي قوي. اخيرا يا ميزو شفناك. اهلا. ايه ده؟ تسألش عليا ليه كده خالص يا ولد؟ والله معلش مشاغل يا طنط. كوثر. طنط ثروت والله مشاغل. طنط كوثر مشاغل والله. بعدين حكايه ان انا يعني اول مره اشوفك وما اعرفكيش دي اكيد سبب برضه. طب اسراء بنتي ما بتفسحهاش ليه معاك؟ ما هي اسراء بنتها دي تبقى بنت عمة خالد جوز سلفة ابوك. سلفت. انا شفتها برضه، حسيت ان السلف بيحن فعلا. وحش وقلبك قاسي زي امك، هي برضك مش بتسأل خالص. انت كمان يا اختي ما بتسأليش، اللي عمري ما شفتك داخله عليا بعلبة كحك سادة في العيد الصغير حتى. يعني انت اللي في العيد الكبير دخلتي علينا بالفخد الضاني؟ يعني انت يا طنط يعني اللي دخلت علينا بمفك ولا مفتاح انجليزي في عيد العمال ولا قنبلتين وشويه رصاص نقزقزهم في 6 اكتوبر؟ مش معقوله يا جماعه يعني. مش مهم، المهم اللي احنا دلوقتي مع بعض. ايوه. يلا بقى نتصور. نتصور سيلفي. يلا يا جماعه يلا كلكم. نجيب حاجه كلها. تعالى هنا. ناكل. يلا يا جماعه. لا تصوري معانا. حاضر. يلا يلا. بتبقى لحظات ثمينه. مش هنفرح بقى يا سوريا ولا ايه؟ نفرح؟ لا طب بص بقى يا ماما حبيبتي، تروحي بقى تلعبي مع صاحباتك كده وتفرحي وتهيصي نص ساعة من غير شقاوة علشان نمشي في السريع. ابوس ايدك. يلا عشان نفرح بقى. كان يوم جميل. اتبسطت يا حبيبي؟ جدا جدا يا ماما والله، بالذات فقرة الافلام دي كانت عسل عسل. بس طنطك مديحة دي ما بتعرفش تطبخ، اكلها مسخ كده وملوش طعم. لا هو البط كان مشعر شوية بس يعني. لا بس الست مكلفة برضه. بصراحة بقى جوزها هو اللي دمه يلطش. يا ساتر، بالذات لما اصر يرقص ماكارينا وخلانا كلنا بالامر نلعب لعبة القطر دي. سخيف. معلش هو راجل طيب وغلبان. ولا البنت اسراء بنت كوثر اللي مامتها مصرة تلزقها لها. دي البنت عندها عين اصغر من عين، ولا انا بيتهيألي؟ ايوه خدت بالك؟ عامله زي سيد عبد الكريم اللي هو كان في زينب السماح في ليله الحلميه ده. يخرب عقلك صح. ايوه والله خدت بالك يا ماما. برافو عليك. ايه بقى؟ هنقرا فاتحه امتى؟ في عيد الحب ولا في عيد شم النسيم؟ فاتحه؟ استنى يا ولا هتموت يا معتز يا معتز. طريق السلامه يا ماما، اتكلي على الله. حقك عليا، معلش اركب يا حبيبي. ماما كل سنه وانت طيبه، مش راكب. يا ابني الدنيا عيد والمتحرشين مطلوقين في البلد، انا خايفه بس يتحرشوا بينا. والله يا ماما ما انا راكب. والله العظيم ان ما ركبت دلوقتي يا معتز وروحت معايا ما هاخدك ابدا عزومه عند قرايبنا بعد كده. يعني لو ما ركبتش دلوقتي مفيش عزومات تاني؟ مفيش. حلو. تاكس يا معتز تعالى هنا. يا خبر، هعمل هنا بقى دلوقتي في المتحرشين؟